مذبحة الشقة 5. هل قتلت الغيرة صوت الثورة أم أن الغاز كان مجرد غطاء؟ لغز مقتل الفنان عبد اللطيف التلباني وابنته وزوجته. تخيل أن تذهب لتهنئة نجمك المفضل بالعيد فتجد جثته هامدة بجوار زوجته وطفلته في مشهد يقطع الأنفاس. هل كان عبد اللطيف التلباني ضحية قاتل خفي تستر خلف رائحة الغاز، أم أن هناك سراً أسود في شارع أحمد عرابي لم يكشف عنه منذ 37 عاماً؟ رحلة أصغر عبقري في مصر من أضواء المدينة إلى بركة من الدماء. القصة من برج الجزيرة إلى لغز الذبح الغامض. لم يكن عبد اللطيف التلباني مجرد مطرب، بل كان طفلا معجزة حصل على التوجيهية في سن 13 لينافس الكبار في جامعة الإسكندرية بجوار سمير صبري. اكتشفه نفس الرجل الذي قدم عبد الحليم حافظ، وبأغنية واحدة هز أركان مصر من فوق برج الجزيرة. لكن القدر كان يخبئ له فصلا مرعبا لم يكتبه أي سيناريست. في عام 1989، وبينما كانت مصر تستعد للاحتفال بالعيد، كان التلباني وأسرته على موعد مع الموت. الجيران كسروا الباب ليجدوا المأساة: التلباني وزوجته وابنته جثثا هامدة. هنا بدأت الصدمة. شقيقة زوجته فجرت قنبلة في مجلة الكواكب قائلة: لقد وجدناهم مذبوحين، بينما أصرت التقارير الرسمية على أن السبب هو اختناق بالغاز. لماذا لم يفتح التحقيق مجددا؟ ولماذا دفن هو في قريته بينما دفنت زوجته وابنته في القاهرة بعيدا عنه؟ هل كانت جريمة انتقام سياسي، أم تصفية حسابات فنية، أم مجرد حادث عابر؟ اللغز لا يزال حيا بينما الموتى صامتون. حقائق صادمة عن العبقري المنسي. الطفل المعجزة، أصغر طالب يحصل على التوجيهية في تاريخ الجمهورية، 13 سنة. منافس العندليب، اكتشفه حافظ عبد الوهاب رئيس إذاعة الإسكندرية ليكون الخليفة الشرعي لحليم. الفشل السينمائي، رغم صوته الجبار إلا أن السينما خذلته ولم تمنحه الخلود الذي ناله فوزي وحليم. النهاية الغامضة، لغز الذبح vs الغاز الذي لم يحل حتى اليوم وشتت شمل الأسرة حتى في القبور. قصة طريفة لكنها غريبة. يحكى أن التلباني كان من شدة ذكائه وحبه للآثار تخصصه الجامعي كان يرفض الغناء في الحفلات إلا إذا تأكد أن هندسة الصوت دقيقة كدقة